صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين، صباحكم سرور ورزق وبركة صديقاتي، صباح الإشراق والجمال وصباح الثقة بالنفس صديقاتي. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو اللي جبت لكم روتين شويه متنوع، يعني ان شاء الله بربي راح يعجبكم الروتين تاع اليوم، متنوع شويه من كل فن جبنا شويه. اليوم راني متحمسه باش نجاوب على واحد التعليقات، مانيش يعني شغل مانيش الحمد لله يا ربي مانيش مقلقه منهم ولا، بصح حابه نجاوبهم برك باش يشوفوا وجهه النظر نتاعي انايا ويطبقوها مع وجهه النظر، وتكون الرد من عندكم انتم حبيباتي متتبعاتي. ان شاء الله يعني نحاول نعالج هذه النقطة اللي كثير من المرات كانت تجيني يعني على شكل تعليقات في القناة نتاعي. دوك نحط لكم التعليق البنات دقيقة فقط. هنايا المتتبعة كتبت لي التعليق بحسن نية على بالي وبحسن خاطر، وكانت حتى واحدة قادرة واحدة من خواتاتي وتقوله لي يعني هذا التعليق هذا. شوف اش قالت لي اختي نصيحة مني، ما تقوميش بالدور ماشي دورك، كيفاش راكي تخدمي مناظر مع زوجك راكي تفقدي انوثتك قدام زوجك ويعود يشوف فيك شوفة اخرى. المرأة المليحة تكون قافزة بصح في الحدود المعقول، ماشي تلحق الرون السيما ولا اختي ديجا يديك حراش يولوك نتاع الراجل. هنايا نجاوبك صديقتي، شوفي الفترة اللي فاتت كانت أصعب من هذه الحمد لله. دركا أنا هنا قلت لكم في الفيديو كان سمعتوني قلت لكم أني قلت له أعطيني برك نصور لزميلاتي وصديقاتي ومتتبعاتي يشوفوا يعني كيفاش كنت نعاونك. قبل كنت الحمد لله كانت فترة يعني صغيرة، مش فترة صعيبة، مش فترة عفوا طويلة، بصح هو كان يقول لي ما ديريش يعني يا زازا ما تمديش، بصح أنا كنت على بالي علاه نمد وندير ونخلط ساعات هكا كي نضطر، مع انه هو من النوع تاع اللي يقول لي مانيش حابه ندخل لكم يعني بالتفاصيل كامل، بس هو يقول ما ديري ما تخلطيش ما تبدليش ثقيل عليك الاخر، بصح انا كنت مضطره صديقتي باش نخلط، مضطره. ومش التعليق هذا والتعليق واحد اخر ثاني يشبه له دوك نقراه لكم، يعني هو تقريبا نفس التعليق السابق. هنا الاخت تقولي انا سمحي لي ندير كل شيء غير اني نقوم انا بالبنيان، والله ما نديرها، حياتنا كاع ستريس وهذا ياثر على الصحه، نزيد ندير اشغال شاقه ابدا. شوفي انا اختي الحمد لله ربي ما كنتش ندير في الاشغال الشاقه، كنت جيت نعاون فيه، وانا اصلا كما قلت لك كنت يعني نونس فيه اكثر من اني نعاونه. هذا هو يعني وزيد كاينه حاجه يعني ما كنتش عايشه في ستريس. كنا حنايا مقسمين العمل كما قلت لك وعودتها في شحال الفيديو يعني من الفيديوهات السابقه، كنا مقسمين العمل مع بعضنا، كنا يعني نجو من العمل في زوج تعب شويه بصح عادي متعاونين. وعكس هو اللي كان يتعب يعني اكثر مني الحمد لله ربي يحفظه ان شاء الله يعني ويخليه، يعني يتعب اكثر مني يزيد يعاوني. مع ساعات نجي من الخدمه تعبانه ما نقدرش نزيد نجي انا والولاد اللي هنا للدار منا باش نحفظهم، يعني كي يكون مضطر ولا محتاج واحد يعاونه. الحمد لله كنت انا صح نقوم لدرجه وصلت بيا يعني نخلط له في السيما بالباله، طلع له في 6 ساعات يقول لي ما تطلعيش نهبط ونطلع، نقول له ما تهبطش وتطلع هيا برك. شفتي شغل الواحد يا اخي. شوفي مثلا انت حاطه هدف تاعك والهدف نتاعك هذيك حطيته في بلاصه عاليه عليك وخصك تروحي تجيبيه هذيك العفسه، شغلك حاجه هذيك العفسه هذيك تحتاجيها، نقولوا احنا هذيك العفسه حابه تخدمي بها كاش صالحه وخاصك تجيبيها دوكا تروح تفورسي روحك وتطلعي وتنحيها كيما هكاك. انا الهدف تاعي كنت حاطته في بلاصه عاليه وعلى بالي بلي انا زواليه وما عنديش حق الماس والميترا بداك الحساب وما عنديش، وزوجي ماهوش ماس كيما قلت لكم، ومضطره اني شغل ضغطت عليه وقلت له ها تتعلم مش حاجه كبيره، دير اليوتيوب كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه، يشوفوا شويه في اليوتيوب نشوفوا شويه نسقسوا واحد من زملائي يسقسي بالتليفون يقولوا ديك كيفاش تجي كيفاش تجي، وكنا نلصقوا ونحوا ونحاولوا. شغل كان راجلي محتاج الونس اكثر من محتاج انه واحد يساعده، هو اصلا كان يقول لي ما تساعدينيش الحمد لله يا ربي. هذه الحوايج هذه ما قلت لي الحمد لله يا ربي لا من انوثتي لا والو. كنت الحمد لله يا ربي معايا زميلات في العمل ويعرفوني متتبعات هنا في القناه نتاعي، ما نقدر صح فيها شويه تعب ما نكذبش عليك، كنت نروح شويه تعبانه معنا من الدار كما قلت لك، نجو من الخدمه نعاود نروحوا للدار اللي من هي مع ندي صوالح نحفظ الاولاد ساعات كلش. والحمد لله يا ربي كانت المهام متقسمه كما فهمتكم شحال من مره في الفيديوهات، خاصك تقسمي الاعمال يعني انتيا والزوج تاعك من شغل ما تضغطيش على روحك، والاطفال نتاعك ثاني خاصنا الحمد لله يا ربي كنا متشاركين وحاطين هدف. حتى من الاولاد تاعي كانوا فاهمين مالغري مازال صغار، كانوا فاهمين بلي خاصنا نكملوا خاصنا نضغطوا على رواحنا شويه، خاصنا معنا باش نروحوا مثلا الحديقه كما قلت لكم قبل، والله كنت باش نروح الحديقه ما تنفعليش اصلا في الروحان للحديقه، وكانت عمتها مربيه يحفظها تديهم معاها الحديقه
وانا ذاك الوقت باش نضيعه في الحديقه ما نضيعش، ياخذ تديه نتحوس بهم باش ما نحرمش ولادي، مازال الاطفال صغار وما يعرفوش. كنت نجي هنايا، واكثر شيء كنت نجي يعني من اجل قلت لكم الونس، مش معناه نونس، مش قضيه المعاونه، بصح الحمد لله يا ربي كان عندي هدف وحابه نوصل له، لاني يعني على بالي ديك الباطيمه كنت ساكنه فيها واش صرا. قلت لك الخبط صيف كامل من 7 تاع الصباح 7 تاع العشيه هو الخبط فوق راسي، بلا القرلو بلا الماء يقطر عليا، بلا انايا حابه نعيش في حوش، عمري كامل عايشه في حوش، مانيش حابه الباطيمه، حابه نتخلص من الكرا، حابه ندير تاويل، عمري ما نقعدش عمري كون نخلص في الكرا. شوفي كنت عادي نورمال، كنت قادره نقعد عايشه يعني هذيك المعيشه. شوفي كنت عايشه الحمد لله يا ربي، عايشه مرتاحه والحمد لله، بصح على بالي معناها قادره نكمل في الباطيمه، نروح نكري باطيمه واحده اخرى، يعني متمكنه باش نكري، مش متمكنه باش نكري باطيمه واحده اخرى، بصح انا حطيت حدود، قلت والله يا من هالباطيمه يسرى وش يسرى ما عاد نبدل باطيمه واحده اخرى يا ولا دار واحده اخرى يعني تعكيره ان شاء الله. من هذه انا حطيت نيتي في الله سبحانه وتعالى، وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، وهو ربي هو اللي يكمل لي. قلت انا من هذه مع اني دار دوك ساكنه فيها مازال ماهيش كامله، وعلاش بدنا كل هذا الموضوع كي شاركت معاكم من الفيديو تاع الدوش تاع شامبرتي نبني فيه، وباش نخدم ثاني الغرفه نتاعي يعني شامبرتي. قلت لكم غير شديت هذيك اللي يخدموا بها هذيك المسكله، بديت نبين لكم فقط. قلت لكم شوفوا يعني انا كنت قبل نعاون فيه حاجه بسيطه، كنت قاعده في الكرسي ومرتاحه، انا شفت تعب اكثر من هذا، بصح الحمد لله يا ربي تعب هذا كله من اجل هدف. قلت لك كنت مرتاحه وكنت قادره نعيش مرتاحه ونبدل دار واحده اخرى، وكما راهم يديروا ياسر نسات والله ما على بالها بالزوج نتاعها. المهم هي كاريه، كري لي يا خويا انا الدار زينه، ما تكريليش دار شينه تلقاها كاريه بذاك الحساب. انا قلت مهم نكري برك، مهم نسقط برك، مانيش حابه نكمل في هذه المعيشه. علاه؟ لاني عارفه بلي منه وهاك خاصني نوصل للهدف تاعي قبل ما تكثر المسؤوليه، قبل ما تكبر اقطع في الاولاد يكبروا، وخاصني نتعب درك باش نرتاح خطره اخرى، فهمتيني؟ ما كانش منا واحد يعني ما يفوتش بتجارب صعبه وما يفوتش بخطوات فشل. بصح حنايا كنت انا كنوض الصباح واش نقول كما يقول هذاك المثل الامريكي، اذا كسبت صباحك سوف تكسب يومك كامل. كنت كل صباح نوض نقول خصني هاد الدار النهار هذا نروح فيه للدار، كاش من نافيغي شويه، كاش من ندير شويه بلا تقسيمات نتاع المصروف كيفاش تمشي اللي حكيت لكم عليها من قبل، كيفاش نحاول اني نقشط هاك وهاك باش تصلح هاك. والحمد لله شفتوا روتيناتي وشفتوا فيديوهاتي نتاع قبل. هنا برك البنات نقطع شويه، كنت نشارك معاكم يعني خرجنا هكا درنا شويه في الاثاث. ماذا بيا كي تكمل الشمبره نتاعي يعني نشري لها شمبره، مازال شويه بصح من درك بدينا نشوفوا يعني باش نديروا المقاييس كما كنا نهضروا، ونحطوا المصاريف كيفاش تجي كيفاش تتقسم. ما نقدر شتوني في الفيديوهات تاعي تاع قبل ديما الحمد لله يا ربي الطيابات كيفاش الاخر باش نعرف كيفاش نتصرف بحاجه بسيطه نطيب. شفتوا يعني حاجه مصروف بسيط خلاص، قضيان بسيط خلاص نطيبوا منه حاجه اللي حابينها حنايا. انا من بدايه القناه اعتمدت معاكم البساطه، من بدايه القناه اعتمدت حاولت اني نبين لكم صح واش راني عايشه. ما كنت قادره نقول لكم ما بنيتش نعاجب تماصوا شوفوا حوشي كيفاش بنيتو، بصح ها حوشي بنيت وانا فايونسا دا صوره لصقنا ورا بعضها، فايونسا لصقناه، وريتكم كيفاش كيفاش عاد قبل، كيفاش اول مره كي كنت قاعده في الدرج قلت لكم مو حزينه وما عنديش الوقت، ما عنديش عفوا مش الوقت، ما عنديش الماده باش نبنيه. بصح حاولت قلت لكم ان من قالك من المصيبه تجي العزيمه، واني نبني انا وزوجي فقط. جاتني هذه الفكره والحمد لله يا ربي نجحت فيها، وكما نجحتش فيها ما نجيش نقولها لكم. وكنت نعطي لبناتي اللي كانوا يتبعوا فيا كانوا يطلبوني مني يقولوا لي قداش المقاييس باش نخلطوا السيمه وكذا، كما تعلمت انا حاولت نعلمهم ونخلطوا وننجحوا الحمد لله يا ربي. ما كانش حاجه ما تتوجش في الاخير بالنجاح. ايديا الحمد لله يا ربي ها نشوفهم قدامك في الفيديو، ما في محدش مالغري حتى من هذيك تعلم باش قايت نشكر في روحي ولا حاجه، بصح ايديا الحمد لله يا ربي نحسها كلها انوثها. والله جات صدفه هذه اللقطه، والله ما خممت يعني باش نوري لكم ولا حاجه. اصلا التعليقات ياكم شفتوني وقتها رديت عليهم اصلا، وهذا الفيديو مسجل من قبل يعني باش ما تقولوش كي جات هذه الهضره جات من وراها. وعمدوا لله يديا يبانوا في الفيديوهات كل ماشي غير في الفيديو هذا الحمد لله يا ربي. واش كنت حنقول لكم البنات، هو انه كل ما تتعب وتشتغلي وتتعبي وتخدمي بكل حماس، تخدمي بكل طاقه ايجابيه، تخدمي بكل شباب وتخطي وتخدمي راسك وتخدمي جسمك وتحاولي تنافيقي. انا ما عنديش السعر باش نلصق الدلداسور، ما انا ما عنديش باش نجيب السلعه، انا ما عنديش مثلا اصلا باش نجيب هذا الكرلاج ولا الدلداسور كما درت لكم هذيك الطريقه العكسيه، طريقه الحرمان كيفاش تنحي من ضربه الاولى قدام ما تبدي تصرفي، وهم في الفيديوهات السابقه تلقاهم كامل. وتخدمي من اجل باش ترتاحي مره اخرى. برك هذا ما كان نخدم باش نسهل على روحي الحياه منه وجاي، هذا ما كان ماشي راني نخدم باش نتعب روحي ولا
وراح تكون باذن الله حياتك سهله. هذه راهي مش هضرتي، هذه هضره الناس. شحال الدوره يعني حضرت لها في اليوتيوب، دورات لتحقيق الذات، لبناء المستقبل، النظره كلها طاقه ايجابيه. هذوما الحوايج هذوما كل ينفعوكم البنات، خاصكم تتفرجوا فيهم بكثره بكثره يعني. وشوفوا يعني متتبعاتي، والله الراحة مضرة، التعب هو الطريق للراحة، فهمتوني؟ وإذا كان الجسد مريح الحمد لله، كارية في أفخم بلاصة، قادرة نكري في السنتر فيل لهنايا، ونكري دار مليحة الحمد لله، راني خدامة لاباس عليا وبصح وشية تكوني مرتاحة جسديا، عندك رفاهية جسدية وجسمك برك، بصح قلبك وعقلك الداخل يخدم ومش لاقي الحل. إذا ما خدمتيش ما تلحقيش. وانا حاولت الحمد لله نلحق، وبربي ان شاء الله مش الهدف تاعي الدار برك، عندي اهداف اخرى وديما نشاركها معاكم في الفيديوهات الاخرين اللي فاتوا، شاركتها معاكم وقلت لكم الاهداف نتاعي وين حابه نلحق. نحلم، مش حرام اني نحلم، اني نتمنى اني نوصل، ويبقى ديما تنظيم الوقت يزيد في البركه. وزيدي ثاني شوفي، النجاح يجي بالتدرج، ما كاش حاجه تجي مره واحده. باش نطلع لازمنا ولا نحقق حلمنا لازمنا نطلعوا بشوي بشوي، وهذاك التدرج هذاك اكيد راح يكون فيه. خاصك اول حاجه تتعبي، تجيك عثرات، تجيك مطبات، بصح عادي. المهم انك تشوفي في انا ذاك علاش جاتني بالساهل هكا، معناها فكره باش نبدا البني باش نصدم، مش بالساهل. وحتى الزوج ما تقبلهاش وقال لي مستحيل، انا خاطيني من الميدان هذا. والحمد لله يا ربي، الناس اللي كانت تجي هنا كانت تشوف في داري وكانوا يقولوا لي ما شاء الله، والله تقول ابنها ماسو. لا فامي تاعي اللي كانوا يعرفوا بلي الزوج تاعي ماهوش ماسو، بصح العزيمه خلاته ماسو الحمد لله. شوفي العزيمه يا اخي تخليك كلش. انا العزيمه تخليني طبيبه مع اولادي، تخليني مش عفوشيه مع زوجي، تخليني فهمتيني. لازم خاصك تكوني في كل مواقف كأم يا اخي، انت هي العفسه هذيك اللي يحركوك باش يتحرك معاك كلش. وانا يا ذاك بلاك واحده اخرى جات الحمد لله لقات دار ما شاء الله، ما تحتاجش يعني انها تتعب ولا تبني ولا فهمتيني. بصح يعني انا كنت مضطره، حاجه عاديه هذه نشوف فيها هذيك العقدات والمطبات والطيحات والنوضات، نشوف فيها حاجه طبيعيه. عباكم ما تجيش هذوك الصوالح، ما كاينش تعرف روحك بلي ما كاينش تحرك من بلاصتك، كوم يجوكش هذوك المصائب والمشكلات تعرف روحك بلي ما كاينش تافونسي لقدام. شتي هذوك المشكلات والعثرات عكس، والله كنت كل ما يجوني تتأزم ومن بعد تتفتح. كي نقول لك تتأزم نحكي لك من كل الجوانب، نحكي لك من الجانب المادي، نحكي لك من الجانب المعنوي، ساعات يقلق العبد مش ديما مورالو مليح، ونحكي لك من الجانب الجسدي، تعب ماشي غير تعب برك يعني، ما كان لا نحكي لكم تعب عظيم. بصح الحمد لله يا ربي، الحمد لله كنت نخدم فيه هذاك تعب. وكما قلت لك كما قالت لك ستريس، ما عنديش ستريس لاني الحمد لله يا ربي متفقه انا وياه زوج تاعي الحمد لله يا ربي. معناها ماشي انا نقول لك اي زوج تقدر تضحي على جاله، بصح انا مانيش غبيه الحمد لله يا ربي، ذكيه وعارفه واش يخرج عليا الحمد لله. نفتخر بروحي ونقول بكل ذكيه، وعلى بالي واش ندير وعلى بالي واش ما نديرش. حتى لو كان نلعبها في واحد المواقف نتبهلل، بصح انا عابالي كيفاش يصير الامور الكل الحمد لله يا ربي، فهمتيني. معناها انايا كي راني نتعب معاه انا على بالي هذاك الزوج اسكو يستاهل اني نضحي على جالو ولا ما نستاهلش. كيما هذه النصيحه انا نفوتها لبنتي خطره اخرى، ونفوتها لاي وحده تحتاجني، نقولها من قبل ما تبدي معها اي شيء الزوج تاعك خاصك تعرفي هذاك الزوج اسكو يستاهل ولا ما يستاهلش. هذه النقطه ديريها اول حاجه تبداي بها، فهمتيني. هذا الزوج قال يستاهل، معليش نضرب انا وياه الدنيا هذه، معليش ما لقيتش حوايج، ما لقيتش مسقي، خاصني نسقي، فهمتيني. نضرب انا وياه الحمد لله ونوصلوا وننجحوا والحمد لله يا ربي. كما تشوفي دركاتي داري انا نشوف فيها حتى لو كان مش كامله، راني معاها بشويه بشويه. ما كانش واحد عايش لا بال في الدنيا، الناس كل عندها مشاكل، الناس كل عندها تعب. قلت لكم هذيك المطبات وهذيك المشكلات والمصائب هذيك، عرفي روحك بلا تمشي في الطريق الصحيح. وانا عادي مش ما كنتش متوقعه اني ما تجينيش المشاكل كنت متوقعه تجيك ازمات ماديه، خاصه الازمات الماديه الحمد لله المهم تكون صحه لاباس، ما لقي حتى الصحه تتعب يعني جسديا تتعبي يعني صحيه تتعبي فيها تعب. بصح الحمد لله يا ربي انا كنت نعرف كيفاش اني ما نفرسيش على روحي، نخدم نعاونوا في المعقول. وقلت لكم الخطره اللي فاتت اني يعني خلاص معناها دوك الحمد لله التعب الكبير راح. غير انا في الدار حبيت يعني قلت له كنت متونسه، كنت صدقوني كنت قاعده في كرسي الشمبره فيها اصلا حتى المكيف لنا نبنوا فيها يعني،
كانوا عندي زوج مكيفات صغار ركبتهم في الغرف لانهم صغار، واما الهول والكوزينه وهذوك اللي شفتهم البنات خاص يركب لهم يعني هول كبير. اما انايا كي عادوا الكليماتيزورات اللي عندي في الباطيمه اللي هي صغار الحمد لله يا ربي، شاريه مكيفات كما شفتوا في الكوزينه نتاعي الحمد لله يا ربي. ثاني كاين واحد التعليق، واحده قالت لي دوك نجيبوا البنات ونهضروا. البنات انا نجاوب على التعليقات اللي نلقى فيها اكثر عدد من الجامات من طرف متتبعاتي، يعني نعرف بلي لها امر يعني يهمهم، على ذيك كنشاركها معكم. قالت لي هنا اختي علاش شريتي لافيسيل والبيطران قبل ما تخدمي الدوش، لو كان خدمتي دار كامل كما يلزم الحال ومن بعد تروحي للكماليات. لافيسيل راها من الكماليات مش من الضروريات. شوفي اختي انا كنت نخدم كيما كون جيتي متتبع يعني بالك لكن ماكش متتبعه جديده برك، نرحب بك انا على كل حال. شوفي اختي انا قبل الكل واش قبل ما ندير هذا الاخر كنت نخدم التجاره ونقري، والاخر كان خاصني لافيسيل باش نعاون روحي، والحمد لله يا ربي لقيتها في امتحانات ولادي، يعني كنت قادره نشريها وكانت البنيان مازال بعيد الامد. معناها حاولت نشري هذه الصوالح يعني كما نقولوا حنايا نقص على روحي التعب، وكما قالت الاخت نقص على روحي ستريس ونقص على روحي الضغط. كنت الحمد لله يا ربي كنت نقري دروس الدعم، نخدم تجاره ونقري في الخدمه او نخدم في الخدمه. بصح القضيه تاع الدار كنت قسمتها انا والزوج تاعي واطفالي، كانت عندي لافيسيال عندي البيتران عندي كما شفتوا هاد الحوايج كل شريتها، نقصت على روحي الضغط. يعني كانت عندي باش نشريهم شريتهم، ما قلتش انا نخليها هكا بركه دراهم. كون جيتو يعني كلش حكيت لكم بالتفاصيل يا البنات قبل، كلش حكيت لكم هاد الهضره اللي نحكي لكم فيها كل حكيتها لكم بالتفاصيل، كيفاش شريت يعني هاد الالات الكهرومنزليه، علاه قدام ما نبني الدار كامل. يعني تقدروا ترجعوا الفيديوهات الاخرى وتشوفوها. فيديو اخر ان شاء الله. باي باي صديقاتي.